السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميني بودكاست. الحلقة دي صورتها سجلتها أكتر من مرة. مرة وأنا ماشي في الشارع، مرة وأنا قاعد في الأوضة كده يعني. أنا جاي أتكلم زي ما أنت قريت في العنوان كده عن فقاعة الذكاء الاصطناعي و... وإن هو خلاص مليون في المية هو فقاعة. وده بجد أنا من زمان وانا حاطط النظريه دي، اللي هو فعلا هو ده شويه الناس مبسوطه بيه ومبهوره بيه، بعد كده هوب هيضرب في وشهم. ارجع بقى يا حبيبي، تمام، اشتغل بقى زي ما كنت بتشتغل قبل كده، وما تعتمدش عليه الاعتماد الكلي وان هو اللي هينجز كل حاجه وهكذا. لا، ده على جنب. دي حاجه على جنب كده، انت بتديها بس تسهل عليك الدنيا. انت فاهم؟ وبالفعل ده اللي بدأ يحصل دلوقتي. بعد حوارات الاوتوميشن والكلام ده كله يعني من فترة كبيرة، هنقول من 2021. تمام. الناس كلها بدأت بقى انها تتكلم على فكرة ان الذكاء الاصطناعي هو المنقذ ومش عارف ايه، وده بقى اللي هيخلينا نوفر فلوس كتير فشخ، ونمشي موظفين هيجي مكانها الذكاء الاصطناعي يشتغل، وده هيكسبنا جامد جدا جدا وهنطلع منه بمبالغ بنت لذينه. ودلوقتي انا كنت النهارده بعمل 100 جنيه، بكره هعمل 1000 2 3 ايا كان العدد، يعني انتوا فاهمين الكلام ده. على الورق هو حاجة حلوة، تمام، يعني قشطة زي الفل، بس هو مش كده خالص. هو بعد التجارب وبعد الابديتس والحاجات الكتير اللي بتحصل سنة ورا سنة، هو مفيش، هو لسه ما وصلش انه يبقى فعلا يستبدل الانسان ويخليك ان انت تكسب فلوس. هو بيغلط وهيفضل يغلط، وهيجي الانسان يحط عليه بكلمة، جملة، اي حاجة عموما يعني. عشان كده انا بقول ان هو فقاعة. خلاص اليومين الجايين هتلاقي البتاع ده بيضرب. خلاص كده. تعالى ناخد جولة كده على حاجات اللي خلتني اقول انه فقاعة، وناس كتير قوي بتتكلم في الموضوع ده وبتقول على حوار انه فقاعة ده. اول حاجة زي ما انا قلت من شوية، ان هو بيستغنوا عن البشر، عن الناس اللي زي مثلا، او في الجرافيك، او الفيديو اديتنج او الميوزك، او واحد بيكود، واحد بداتابيز، ايا كان الحاجات دي يعني. وبيجي يعين مكانك ذكاء اصطناعي، اوتوميشن. يلا بينا. انت دلوقتي كإنسان كنت بتعمل 5 تصميمات في اليوم، ولنفترض ال5 دول هينزلوا على البيج الفلانية على أوقات متفرقة. هيروح يدرب ال AI ويقول له ده الإنسان اللي كان بيعمل الحاجات الفلانية اللي أنا بعتها لك دي كريفرنس، أنا عايزك تعمل زيها بنفس الأسلوب على المواضيع اللي هتتعمل لها جينيريت يوميا. يبقى أنت معاك مواضيع هيتعمل لها جنريت، انت هتاخدها تكريت ال5 صور، ال5 صور يتكريتوا، يروحوا على الفيسبوك او على الانستجرام او ايا كان، يتجدولوا، ينزلوا في المواعيد بتاعتهم الثابته اللي كان الانسان البشري بيعملها وبياخد فيها وقت. فيديو اديتور واحد مثلا، قاعد هو بيشتغل على بروجكت كبير مثلا، حاجه ليها علاقه بالكودينج، او مثلا ابلكيشن موبايل او الكلام ده كله. لا معلش، احنا هنمشي الشخص ده ونجيب مكانه الحاجه اللي هتشتغل هي في السكيورتي، او هي اللي هتشتغل انها تظبط اليو اي، او ايا كان. فاهمين ازاي؟ في شركه دخلت
في الموضوع ده، وراحت قالت لك ايه؟ احنا هنمشي كل الناس اللي هي كانت شغالة كخدمة عملاء، ونجيب مكانهم الذكاء الاصطناعي هو اللي ايه، يقعد ويتكلم مع الناس اللي هي عملاء في الشركة دي. اللي حصل ان الناس بدأت تتخنق، الموضوع رخم، الموضوع زبالة زفت، في حاجات كتير احنا مش متقبلين ان يكون في ذكاء اصطناعي هو اللي بيتكلم معايا في المكالمة. لا، انا عايز شخص حقيقي هو اللي بيكلمني وبيقول لي وبناخد وندي مع بعض. انت جايب لي ذكاء اصطناعي ليه؟ ما فيش الكلام ده، مش عاجبني. طيب السلام عليكم، احنا هنعوز نرجعكم، معلش يعني احنا هنضطر ان احنا نرجع العامل البشري تاني، ونمشي الذكاء الاصطناعي وننحيه على جنب. غير كده، في شركة كنت اتفرجت على فيديو متشير كان طلع ترند وخرب الدنيا. واحد اتصل بشركة، خدمة العملاء اللي رد عليه هو الذكاء الاصطناعي. الراجل ده كل اللي عمله ان هو لاعب بالكلام او سأل سؤال، السؤال اللي يخلي الذكاء الاصطناعي يرد عليه بالداتا اللي متدرب عليها كذكاء اصطناعي، مش اللي متدرب عليها للشركة. يعني انا دلوقتي عندي شركة حطك فيها كخدمة عملاء، انت كاي اي، تمام؟ ما يجي حد يتصل يقول لك السلام عليكم وعليكم السلام، احنا خدماتنا 1 2 3، لا، ده بقى اتصل قال السلام عليكم، ممكن تقول لي وصفة المكرونة؟ يروح هو مرة واحدة يقلب ويرجع بقى لأصله. تمام، هقول لك وصفة المكرونة، هي عايزة 1 2 كده، هو عمل كده بالظبط. فده تعتمد عليه اعتماد كلي؟ لا يا عم، ده بتاع زي يعني ده زفت، هو لسه بيغلط ولسه في مشاكل كتير، وايا كان القيود اللي انت هتحطها بيتخطوها عادي جدا. يعني ايه يا اسطى، انا قيود على الصور، انا بجنريت صور، تمام، عشان بحطها في فيديوز عندي انا بشتغل عليها. الصور دي عليها قيود ان هي حساسة. طب انا مش عايزها حساسة او عايزك يعني انت تعديها، هعملها لك، بس هحط لك تكست في الصورة عشان بس ايه، نمشي الموضوع. طيب تمام، حط لي التكست، اروح رافع الصورة تاني واقول له شيل التكست، مش عايزه، من عينينا احنا نعمل لك كده. طب ما لو حطيت له نفس البروموت اللي كان في الاول تاني من غير ما اخليه يكتب تكست، هيرفض ويقول لي لا دي فيها مشاكل. لو جيت رفعت الصورة دي واتكلمت معاه يقول لك لا الصورة ما فيهاش مشاكل. ليه؟ ما يا اهو. المهم نرجع تاني، الاي اي ايجنت ده اللي هو بيقوم بالكاستمر سيرفيس كلها بتاع المكان، تمام؟ بوظ الدنيا زي ما قلت من شويه وخلاهم في الارض. فالخبره بتاعه الموظف مش الاي اي، تمام، بتكون احسن بكتير بكتير. يعني دي يعني هو هيكون عنده ك ك كشخص حقيقي، هيكون عنده لغة حوار وهات وخد وحاجات من كده احسن من ذكاء اصطناعي. انا قعدت في مرة فتحت شات جي بي تي وجيميناي وسبتهم يتكلموا مع بعض، مفيش يعني عايز افتح ما بينهم حوار، مفيش الكلام ده، مش جاي سكة، تماما مش جاي سكة. فالاي اي هو مش هيعوض التواصل البشري ولا الخبرة اللي عند الشخص البشري ده. انت عايز توفر 1000 واحد 2000 واحد ايا كان عشان كاستمر سيرفيس، خدمة عملاء،
هتبقى مبسوط؟ لا، ده رضا العملاء كله هيقع في الارض. العميل ده شكرا هيمشي، ولاؤه ليك هيبقى زفت، هيكرهك. ف لا، هو احنا محتاجين شخص بشري هو اللي يكون في الحوار. الشخص البشري ده هو اللي بيسوق الذكاء الاصطناعي، مش الذكاء الاصطناعي اللي بيسوقه. خلي بالك يعني. وبرضه فكرة ان احنا يعني موهومين بفكرة التوفير. بس لا يا صاحبي، انت عارف ان الاي اي غالي فشخ. كاي اي، الحاجات اللي انت بتستخدمها دلوقتي دي هي غالية بطريقة مش طبيعية، والشركات دي بتخسر بطريقة مش طبيعية. هتقول لي طب ما الاسعار، طب ما انت شايف جيميناي وشات جي بي سيبك من دول. تعال نبص الانثروبيك وشوف اسعار البتاع عندهم عامله ازاي. رغم الاسعار دي هم برضو اكيد بيخسروا كتير. ليه؟ هي مش سيرفيس موجوده كده واكواد وشويه حاجات، ولا دي بتحرق طاقه. انت فاهم ازاي؟ يعني ايه بتحرق طاقه؟ انا كشخص عندي شركه اي اي، تمام، انا بوفرها لك في شكل سيرفرات وجي بي يوز محتاجه تبريد ابن كلب. المهم ان الحوار كله قايم على الطاقه، قايم على الكهرباء، قايم على الغاز، قايم على البنزين، قايم على الحاجات دي كلها. انت فاهم ازاي؟ فمش رخيص. انت دلوقتي مشكله حصلت في العالم بين دولتين، تمام، هي مخسراهم بطريقه بنت كلب. هو بيضطر يرفع سعر الحاجة بسبب كده، ان في مشاكل حصلت. ممكن تلاقي ال ال البنزين ده بدأ ان هو يقل. طب ماشي تمام، انا بقى هوفر لك ازاي الخدمة دي بشكل مستقر. ازاي هتبقى ستيبل بالنسبة؟ ما فيش الكلام ده. لازم اغلي عليك. هنقول مثلا انت لما مثلا بتيجي تشتري منتج، هنقول ان هو زي الايفون. انت بتدفع تمن البراند ده، اللي هو التسويق بتاعه اللي بتشوفه على اليوتيوب والانستجرام وما اعرفش ايه، وتلاقي مين ماسك التفاحه وما اعرفش ايه بتاع. هو هو بتدفع فيه 1500 دولار. مش فاكر بالظبط الارقام، يعني بتدفع فيه مبلغ. تكلفته الحقيقيه، تمام، 350 400 دولار، 500 دولار. الحاجات اللي موجوده، تمام، الخامات دي خامات قشطه، تمام. انت تقدر مع الوقت ان انت تظبطها. يعني مثلا هنقول ان هو زي الكمبيوتر كده. الكمبيوتر زمان زي دلوقتي؟ لا طبعا. كان بيقول لك الكمبيوتر بحجم اوضه كامله ومش عارف ايه، كان تكلفته بنت كلب غاليه. مع الوقت الحاجة تبدأ تصغر، الحاجة بيبدأ سعرها يظبط، يبقى تمام. تلاقي ناس في مقدرتها انها تشتري الكلام ده. هتلاقي مثلا البروسيسورز، هتلاقي ان الشيبات بدأت ان هي في حاجات تصغر، وحاجات تلاقيها مش عارف ايه، وانوية دقيقة وحاجات كده، تفاصيل كتيرة. آه، دي كانت زمان هما ما بيقدروش يوصلوا كده. لا، هو دلوقتي مع التطور التكنولوجي والحاجات دي، فهو يقدر يوفر لك الكلام ده، تمام، ويوفر لك كمان بسعر قليل. لو متاح الكلام ده. كذلك في الموبايلات، في الايفون زي ما بقول لك مثلا. كذلك في شاشات، ايا كان ادوات كهربائيه، ايا كان الحاجه، هيعرف ان هو يظبط لك سعرها وانت كمستخدم تشتري. تمام. الاي اي هو بيكلف
فلوس في الكهرباء زي ما قلنا، حوار التبريد و و و آه، هو الريكوست مثلا، ولنفترض ان انت عملت ريكوست للسيرفر، قلت فيه السلام عليكم، الريكوست ده $1. انت بقى ممكن تقول كلام وليه دولار ومش عارف ايه. لا، هو مش زي الايفون هنا في الجزئيه مثلا دي، ولا زي البروسيسورز والحاجات. لا، انت هنا الدولار ده هو دولار، هو بجد دولار. انت فعلا السلام عليكم دي مكلفه $. ممكن تلاقيها اصلا تكلفه معاك انت تلاقيها ارخص من كده، هو بيبقى خسران. هو بس بيجر لك انك تيجي عشان تستخدم الخدمه بتاعته. هو حرق $1 ده كطاقه زي ما احنا قلنا، بنزين و عشان يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وهكذا. ايا كان بقى انت المود انت تتعامل معاه، شوف هيرد عليك يقول لك ايه، وانتوا متصاحبين على بعض بأني شكل يعني. مثلا في حوار تاني، شركات كتير ممكن تكون تقول لك انا هشتري توكنز سنويه، يعني ولنفترض ان ايه، ان شركه اوبر، من الامثله يعني شركه اوبر قال لك احنا هنشتري توكنز السنه كامله وتستخدموها السنه كامله. تعالى بقى ايه 6 شهور بالظبط، هوب الميزانيه دي خلصت. 6 شهور 4 شهور مش فاكر الرقم يعني، خلصت. اللي هو مثلا هو المليون توكن كان مثلا، ونفترض ان هم مليون، يعني هو اكيد اكتر من كده. المليون دول على السنه خلصت في 4 شهور. ليه؟ هقول لك ليه. عشان هم ممكن يكونوا بيتعاملوا مع انثروبيك في الغالب يعني. عشان انت الريكوست اللي بيروح انت مش عارف الرد عليه، الرد عليك بيكون ازاي يعني ازيك على شات جي بي تي غير على جيميناي غير على انثروبيك غير على ديب سيك و الى اخره. دي حاجه انا نفسي ان هي تتظبط، ان هو فكره مثلا ازيك دي او السلام عليكم او ايا كان، تتعرف انت تبقى كده عارف ان الريكوست ده هيخصم منك كذا. الريكوست ده تكلفته بتكون من قبل ما تبعت حتى الرساله. ده يا ريت يعني يعملوا حاجه شبه كده، وما يكونوش ان هو بيخلوك تسحب كتير. يعني انا مش فاكر شفت امبارح ولا امتى حد كان بيتكلم على حوار الريكوستات والحاجات دي، ان هو قدر يوفر فيها. يعني مثلا كان بيستخدم مثلا في الشهر 100,000، هو نزلهم ل50. مش فاكر بالظبط مين والله، هو حد عربي اللي عمل الكلام ده على ما اعتقد، عمل سكيل او عمل حاجه في كلود ان هو يظبط له الحته دي، يخليه يقل في عدد استخدام التوكنز. بصراحه بتبقى حركه حلوه يعني انا ساعات لما بتعامل مع جوجل اي ستوديو عايز اعمل حاجه، انا بجيب له المفيد. ماشي، انا مش مبرمج ولا ليا في الكلام ده، بس انا بروح استخدم البتاع ده بيسهل عليا الشغل يعني. مش مش بقعد بقى احرق معاه جهاز. لا، انا بروح اجيب له المفيد من شات جي بي تي او من دروب برومت او ايا كان الاداه اللي بستخدمها، واديهوله يلا يا عم اشتغل. عشان ما يجيش بعديها بشويه يقول لي انت تخطيت الحد المسموح، ريح شويه. ما بحبش كده، ريح شويه دي ما بحبهاش. بس فعشان كده انا نفسي ان حاجه زي كده تكون معروفه للناس يعني. مايكروسوفت مثلا من الحاجات اللي اول ما مايكروسوفت فيها برافو، عشان بكرههم عشان وقفوا الدعم عن ويندوز 10. دي حاجه ما مش حاببها الصراحه. انا لسه مستخدم لويندوز 10، رغم ان احمد الجرنوسي بتاع اليوتيوب قال لي اعمل ابجريد لو انت مش قادر تستغنى عن ويندوز 10 والبرامج بتاعتك ناسي مكانها وما اعرفش، اعمل ابجريد ل 11 ومش عارف ايه. بقول له لا. انا كنت بفكر في الموضوع، قلت لك هفكر، بس دلوقتي لا. انا مش هغير ويندوز 10 الا لما الاقي مايكروسوفت عملت حاجه عدله. بس الحاجه الوحيده العدله اللي شايفها في الوقت الحالي
ان هو ايه، قالت لك السلام عليكم، احنا هنلغي استخدام اي خدمه من خدمات انثروبيك. يا حلاوه والله العظيم انا مبسوط، عشان هي غاليه غاليه فشخ فشخ يعني. واللي هو ايه، احنا هنحط ليميتس وحاجات زي كده عشان الفواتير بتبقى غاليه. اصل فعلا انثروبيك بيقعدوا يصوتوا، اللي دافعين واللي مش دافعين بيصوتوا ان انت كلمه ازيك بتقول لك لقد تخطيت الحد المسموح، السلام عليكم. يعني كان في اعلان حد عربي أنا مش فاكر مين على الانستجرام، انا عامل له سيف، حد من الناس اللي انا متابعهم يعني، عاملينه لجيميناي اللي هو تخطيت الحد المسموح. ده حرفيا اللي ينطبق على انثروبيك. دي لو انتشرت وحطوا انثروبيك في كلوجو او كحاجه، بجد بجد هتضرب جامد. هي جامده لايقه عليهم قوي يعني. نيجي لحاجه بعد كده، معلش على على السكوت. الاي اي برضو بيستهبل ساعات. يعني انت ممكن تكون عاصرت الاي اي وقت الاستهبال. لو انت شخص جرافيك ديزاينر او حد عموما في الفيلد بتاعنا، يعني بتعمل ايا كان الحاجه. انا كانت بدايتي مع ستيبل ديفيوجن، مش فاكر نزلت حاجه في القناه ولا لا عنه، بس انا من محبين ستيبل ديفيوجن، عشان ده اللي كريت بيه اول صوره في حياتي وكانت حلوه، وما كانش فيه استخدامات لذكاء اصطناعي بجنيه. ده ستيبل ديفيجن ده انا مشغله على جهاز كمبيوتر بيكح بالنسبه له، ولو انا بسجل منه الحلقه دلوقتي، عشان هو كان بيحتاج كارت شاشه عالي شويه، وانا الكارت بتاعي 1650 سوبر. لو حد يقدر يجيب لي ار تي اكس اكون شاكر جدا. بهزر. المهم، نيجي لفكره الهبل اللي بيعمله. يعني انت كنت الاول تلاقيه بدل ما يعمل 5 صوابع تلاقيه عامل 10، تلاقيهم صايحين في بعض، تلاقيه ما عرفش حاجات كده، الوش مش عارف رايح فين، حاجات شكلها مرعب. انا بفتكرها دلوقتي انا بخاف حرفيا. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخوفني في الدنيا بعد النمل، عشان انا عندي فوبيا. الاي اي الهبل بتاعه ما بقاش في الصور بس، لا ده بقى في حاجات تانية. يعني مش دايما عنده 1+1=2. ده بجد. آه نفس اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، فكره ان انت مش عارف هو بالتوكنز اللي بيسحبها دي ايه، او الرد بتاعه عليك ايه. يعني السلام عليكم دي على كل موديل مختلفه، وهو بيخمن. انت واخد بالك؟ هو دلوقتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله، فاهم؟ هو بيخمن الكلام، وده ساعات بيخليه يهلوس. نيجي مثلا لو انت فاتح شات، ودي حاجه الناس بتقولها، انت لو عايز تعمل حاجه كمل في شات جديد، اعمل شات جديد، اعمل شات جديد. عشان لو انت فاتح شات مثلا، الشات ده انت متفق معاه فيه ان هو يعمل لك يعمل لك بروموتس لحاجه معينه، ودي انا هعملها واقول لك التجربه دلوقتي. هيجي بعد شويه يروح مخرف، انت بقى ايه، بتتضايق وتروح شاتمه. زي حالاتي انا بدخل فيه شمال على طول، يقول لي معلش اصل السيستم واصل مش عارف ايه، يرجع تاني ورا ويتاكد ويروح رد عليك ويقول لك تمام وزي الفل ومش عارف ايه وكده يعني. فلا، انت ممكن تفتح شات جديد وممكن تقول له كلمتين كده، بص انا هفتح شات جديد، اول ما اقول لك كذا تكمل نفس اللي احنا بنكمله هنا. هو بيحطها في دماغه، وفعلا لما تفتح شات جديد تقول له كذا بيعمل الكلام ده. دي كانت تجربه حد قالها لي، وبصراحه ظبطت جدا يعني، وخلتني ان انا اعرف اتنقل بين شاتين واعمل بيهم شغل. المهم، برضو من حاجات الهبل اللي بتحصل واللي حصلت من قريب، ودي انا كان نفسي ان انا احضرها واعمل لها تيست. عشان كنت عاملها تيست في اكونت حد يعني، وهي متى اكيد بانت دلوقتي. ايه اللي حصل؟
ميتا قالت لك احنا هنستغنى عن الناس ونروح نحط مكانهم شات بوتس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ابقى قاعد بتكلم الشات بوت، اقول له السلام عليكم انا عايز اعمل استرجاع للحساب بتاعي وادي له حساب حد واسترجع. بالفعل ده اللي حصل. انت متخيل؟ يعني اكونت محمد رمضان الداتا بتاعته اتسربت، اكونت معرفش مين اتسرب. يعني ممكن حد يدخل يقعد جوه اكونتك وانت مش عارف، ويغير لك البيانات ويعمل ويسوي ومش عارف ايه. انا لو كنت هعمل كده كنت اشوف حد من الناس المشاهير واخش في الاكونت بتاعه وانزل ميم واخرج مثلا. مش عارف اعمل ايه، او اشير لنفسي حاجه واقول له خش اعمل له لايك وشير وسبسكرايب مثلا. ما تنساش انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. الشات بوتس بتاعتهم فعلا بتخرف. يعني اقول لك ايه تاني. يعني دلوقتي هم برضو الشات بوتس بتاعتهم لسه موجوده. في ناس عندها مشاكل في حساباتها الاعلانيه، البيزنس، تمام، بلا رجعه ما ينفعش ان الحسابات دي تشتغل. بيخش يرمي له كلمتين يقول له باشا هعملها لك ويعملها له. اصل ده شات بوت. يعني بجد بجد فيسبوك من افشل الشركات في الحاجات دي بالنسبه لي. ان هو بيوفر. يا عم ما توفرش، يا عم خلي انسان حقيقي اقعد اتواصل معاه كده وافتح معاه كلام عشان يشوف قد ايه انا مظلوم في حاجه انتوا مديني فيها بان. لكن الاي اي هيقول لي لا، ما انت مش مظلوم يا عم، انا متاكد ان انا ما عملتش حاجه غلط. يقول لك لا انت انتهكت سياساتنا. يا عم انتهكت نفسي يعني انا دلوقتي نفسي اعمل بيد اد للاكونت بتاعي. لا معلش انا اسف مش هتعرف، ولو روح مش هتعرف. طب ايه؟ طيب لا معلش بقى اتصرف، شوف اي حاجه في اي حته ماشي، مش مشكله. نيجي لمحل. المحل ده هو مقاطعة برضه. حصل معاك الكلام ده، فكرة ان هم اعتمدوا على روبوت او حاجة ان هي تمشي الدنيا. بوظت الدنيا خالص. بدل ما هي كانت بتخليك انت كإنسان تبقى عارف الحاجات اللي في المحل، لا هي بدأت بقى تدخل الحاجات في بعض ومش عارف ايه. والهلوسة اللي بقولك عليها ان هي تقعد بقى تغلط ويقول لك انا اسف يا باشا وانا اسف يا بيه والحاجات دي. فاكرين اسلوب فيديوز بتاعت شات جي بي تي اللي كانت صورة عاملاها وخربة بيها الدنيا؟ دلوقتي قفلت الابلكيشن رغم ان انا كنت مستخدم ليه وجربت فيه حاجات كتير. قفلته. انا اتمنى، تمام، ان حاجه زي كده او كنت اتمنى ان حاجه زي كده تتعمل، تطلع شكلها حلو فعلا، يتعمل بيها منتج، حاجه بجد، ان حد عايز يعمل دعايه بتاع. يعني جوجل عملت نفس الفكره بس بشكل احسن دلوقتي، اللي هي اومني، جوجل جيميناي اومني. نفس فكره الصوره، صوره 2 بتاع شات جي بي تي بس على احسن. وطبعا جوجل متفوقه في الحوار ده. فبجد بجد هو الذكاء الصناعي ده في كل الجوانب فقاعه. الاي اي خلاك ان انت بتطلع اكواد اسرع كمبرمج، صور اسرع كجرافيك ديزاينر، حاجات اسرع كمونتير، كفيديوز، ميوزك بروديوسر بتطلع اغاني، فويس اوفر بتلغيك وتجيب مكانك فويس اوفر جديد بالذكاء الصناعي. يعني انا متعصب وانا بتكلم بجد. يعني انتوا متخيلين احنا وصلنا فين بجد؟ يعني الصناعة دي، صناعة الذكاء الاصطناعي دي بقت كده. هي زي ما انا قلت من شوية سلوب فاكتوري، سلوب فاكتوري كده. احنا محتاجين نعمل كده حاجة كده، ويب سايت مثلا ولا حاجة، ونسميه سلوب فاكتوري. واحد يقعد يهين في كل الشركات دي في الموقع ده، الموقع بتاعه ده، السلوب فاكتوري ده،
يجيب شركه ويعني يعرف الناس قد ايه هي كلها زباله، وان دي فقاعه يا صاحبي بجد. انت شويه كده كمان كام سنه، عشان يعني مش فقاعه في ساعتها اللي هو انا نزلت الفيديو النهارده بكره ضربت، هنقول كمان كام سنه، كمان كام شهر يا عم مش كام سنه، ممكن تلاقي الموضوع فعلا بدأ اللي هو الناس تحس ان هو بوخ بجد. انا عايز اقول لك في الاخر، اخر الحلقه، واخده 30 دقيقه. الاي اي هو مجرد اداه يا باشا، يا صاحبي، يا صديقي، مع ان صديقي دي ناس بتكرهها يعني. الاي اي هو مجرد اداه. الاداه دي بتساعدك مش بتاخد مكانك. يعني انت صاحب شركه، ما تخليش الاداه تاخد مكان الموظف اللي عندك وتبقى قاعد منبهر ان الذكاء الاصطناعي بقى يرد عليك مش الموظف. طيب يا فرحة امك بيك، معلش بقى يعني اتمنى ان ما حدش ياخد الكلام على نفسه. الاداة بتساعد بس. انا واحد بعمل فيديوز، انا بستخدم الادوات بتاعت الذكاء الاصطناعي ان هي تسرع شغلي. بدل ما كنت باخد في الفيديو ساعتين 3 4 7 ايا كان، لا بقيت اخد وقت اقل. انا عامل التول دي بتخليني اطلع الكابشنز. بنستخدم كاب كات، بنستخدم اي بلا ازرق للكابشنز. عاملين تول تانية، التول التانية معرفش بتعمل كذا، تول تالتة، وهكذا. مسرع لنا الشغل. والجزء الابداعي ده بتاعنا احنا بقى كاشخاص. اصل انا مش هخلي الاي اي كمان ياخد الجزء الابداعي ويشتغل. يعني ايه يا صاحبي؟ تمام. وانت كجرافيك ديزاينر برضو، جرافيك ديزاينر الواحد كان بيفتح شاتر ستوك وفريبيك يقعد بالساعة والاتنين عشان يطلع تصميمين 3 يكون شكلهم حلو وينزلوا على الويب سايت ولا ينزلوا في اي حته. انت دلوقتي لا، الذكاء الاصطناعي استبدل الستوك فوتوز بتاعت الرجاله اللي تلاقي مصر والعالم كله بيستخدمهم، هو استبدلهم. الثلاث رجاله دول مش فاكر ولا كام واحد اللي كنا كلنا بنستخدمهم دول. بقيت انت تروح للاي اي تقول له طلع لي الشخص بيعمل 1 2 3 بيطلعه لك. يعني وبرضه كانت حاجه بتضحكني ان جيميناي كان بيطلع لي الرجاله دي تاني. يعني في مره كنت بجنريت صوره، لقيت واحد منهم ظهر لي في الصوره. طب تمام زي يعني هو بهرب منك في فري بيك و شاتر ستوك تطلع لي هنا. طب ده انا بعمل فيديو بقى ما بعملش صور. قشطه قشطه علينا بجد يعني. هو مجرد اداه بتساعدك. احنا دلوقتي باللي بنشوفه ده دي بروباجندا يا صاحبي، عشان هم الشركات دي تمام، او اقتصاد البلد اللي فيها الشركات دي متعلق على الاي اي، وان الاي اي بيعمل والاي اي بيسوي. اصل نيفيديا، اصل مايكروسوفت، وانثروبيك، وما اعرفش مين، والحاجات اللي زي كده وبتاع. وعايز اقول في الاخر ان الصين كمان شويه هتيجي تقول لك سلام عليكم بقى اقل تكلفه انا عملت 1 2 3 غرفه داهيه. وتلاقي الناس بتتحول تجري على الصين عشان تستخدم الادوات بتاعتها. نتمنى ان الصين تنزل بشويه رامات، شويه حاجات. انا عايز اشتري رامات، وعايز اجيب كارت شاشه عشان نستخدم الاي اي لوكال ورايح دماغي. ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ونعمل ابجريد للحاجات كتير، ونجيب بقى معدات تصوير وبتاع عشان نصور فيديوهات ما تبقاش كلها بودكاست. عايزين نعمل فيديوهات عندنا على الشانل. يعني ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بجد بجد انا بقول لك كده الكلام ده في اخر الحلقه. ماشي. هسألك سؤال. هل احنا فعلا بنطور الدنيا والتكنولوجيا والجو ده، ولا احنا داخلين على
الاسلوب، احنا بقينا في جزئيه الاسلوب. احنا دلوقتي بنطلع اسلوب. هل الشركات دي هتفوق وتعرف ان الاي اي ده مجرد اداه مساعده ما بتاخدش مكان الموظف، ولا هتفضل تحرق بقى في كريدتس وحاجات زي كده وتمشي الموظفين وفي الاخر ترجع تعيط؟ اكتب لنا في التعليقات تحت. اتمنى رد يكون متحيز ليا انا، عشان ما بحبش ان الذكاء الصناعي ياخد مكان الانسان. هو بيساعدك يا صاحبي ماشي، انا بقول لك صريحه. ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، بجد بجد بجد. ولو عندك صاحب مش مصري بيتكلم انجليزي عموما، انا بقت فيديوهاتي مدبلجه. شكرا يوتيوب والله ان هو فعل الميزه. اشوفكم في حلقه جديده من حلقات ميني بودكاست. انا كنت معاكم مازن عادل AKA عبقرينو من قناه عبقرينو. برضه هقولها تاني، اللايك ثم اللايك ثم اللايك والشير والسبسكرايب عشان مهمين بالنسبه لي. القناه لو كبرت تبقى بسببك اللي بتتفرج. تمام، السلام عليكم.